احنا النهارده 5 وهنلعب البوسنه والهرسك يوم 5 مارس بعد شهر. بس غريبه جدا يا جماعه، نفسي كنا قلنا ان احمد حسن دوره مهم جدا ومدير كوره وان هو المسؤول عن الماتشات الخارجيه وان هو لكن انا بلوم احمد حسن او بلوم الناس اللي اتفقوا مع الشركه. رضينا ب$50,000 وده حاجه تافهه جدا 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 ان احنا نلعب البوسنه والهرسك، بس في النهايه البوسنه والهرسك فريق هيوصل كاس عالم. طب هنلعب في فيينا، ده الكلام اللي اتقال الاول، في النمسا وفي فيينا العاصمه. لكن ما نسمع ان احنا هنلعب في التيرول، وتيرول دي بتبعد من 650 ل 700 كيلو عن العاصمه، والتيرول دي مدينه، يعني انا النهارده تيرول دي 10 تحت الصفر، 10 تحت الصفر النهارده، يعني بعد شهر 8 تحت الصفر، وهي مدينه طول السنه جليد، والناس بتجيلها من كل حته عشان يعملوا زحلقه الجليد بتاعتهم، تزحلق على الجليد. وتيرول دي على فكره انا فاكر ان عبد الستار صبري اول احتراف ليه ما طلع من المقاولين طلع لعب في النمسا في نادي تيرول ده او في مدينه تيرول. فبالتالي احنا بنستعد للتصفيات الافريقيه شهر 7 اللي هي بتبقى حر نار ورطوبه نار، رايحين نلعب بوسنه والهرسك في 10 تحت الصفر. وكمان غريبه بقى، هنسافر على ميونخ، ومن ميونخ ناخد اتوبيس 10 ساعات لغايه تيرول. طب ايه البهدله دي؟ ايه البهدله؟ فين الشركه؟ فين المسؤولين يشترطوا تذاكر فيرست كلاس مثلا وتذاكر اللي معرفش فين والطياره دي هتاخدهم من هنا والطياره دي هتاخدهم من هنا ويعملوا راحه للاعبين؟ ايه العذاب ده؟ وكل ده ليه؟ والبهدله دي ليه؟ عشان الشركه الاجنبيه تكسب؟ ولا الشركه السويسريه اللي ليها شويه عملاء هنا يعني بيتعاملوا معاها وهم اللي الوسطاء ياخدوا العموله ويكسبوا فيوفروا على حساب منتخب مصر؟ ده الجزائر كانت محتاجينها في النمسا، طلبت $300,000 غير التذاكر والمعرفش ايه. الجزائر وصلت كاس عالم، $300,000. ولكن تبقى مصر يعني يا جماعه، مش معقوله البهدله اللي بتبهدلوها ليه اسم مصر واللاعبين بالمنظر ده. طيب